في عالم تحكمه التقنيات والتطور العلمي، يظهر اسم سطع بنباغته في مجال قليل من يعرفه، لكنه يشكل عصب العديد من التقنيات الحديثة. إنه العالم المغربي محمد نجيم، رائد علم معالجة الإشارة. من أعماق زعير إلى أرقى الجامعات العالمية ترتسم قصة عالم نذر نفسه للعلم والابتكار. من تأليف الكاتب بوعبيد التركي نكتشف معا رحلة محمد نجيم وإسهاماته العلمية التي غيرت وجه العالم. محمد نجيم، رائد معالجة الإشارة في قلب قبيلة زعير، وتحديد في فرقة أيتي الصغير، ولد العالم والخبير الدولي محمد نجيم سنة 1945، ابن أعيان القبيلة. والده علي بن عاشر، أحد المثقفين النادرين في عصره، حاصل على شهادة الباكالوريا سنة 1936، وبرلماني عن دائرة الرماني سنة 1970. في هذا الوسط الغني بالعلم والقيادة ترعرع محمد نجيم ليبدأ مساراً علمياً استثنائياً. بعد سنين في المدارس المغربية، انتقل نجيم إلى فرنسا، حيث حصل على دكتوراه الدولة في الفيزياء من جامعة تولوز سنة 1972. هذه الرحلة الدراسية قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تابع أبحاثه في جامعة بايركلي بكاليفورنيا. عاد نجيم إلى وطنه ليعمل أستاذاً للفيزياء بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث قضى 16 سنة مدرساً ومؤطراً ورئيساً لمختبر الفيزياء الإلكترونية. لكنه في سنة 1984 غادر المغرب نحو فرنسا بعد صعوبات في تمويل أبحاثه. هناك وجد في جامعة بوردو ملاذاً جديداً، حيث بدأ بتطوير علم معالجة الإشارة ليصبح من رواد هذا المجال على المستوى العالمي. علم معالجة الإشارة الذي يتواجد في تقاطع الفيزياء، الرياضيات والمعلوميات كان في طليعة اهتمامات نجيم. أسس معهد بوردو للاكتشافات المعلوماتية، وأشرف على العديد من أبحاث الدكتوراه، ليصبح بعض طلابه قادة في المجال. ومن بين أهم إنجازاته ابتكار ذاكرة الألوان التي تتحكم في إشارات الشاشة على أجهزة الحاسوب. أبحاث نجيم لم تتوقف عند حدود المختبرات، بل أثرت في العديد من الصناعات مثل الرادار، تحديد المواقع الجغرافية والاتصالات المتنقلة. من هنا بدأت شراكات علمية مع كبرى الشركات العالمية مثل تومسون، توتال وسافران. وفي سنة 2011 حصل نجيم على ميدالية الهندسة من أكاديمية العلوم للدول النامية، تقديراً لإسهاماته في علم معالجة الإشارة. وفي سنة 2013 توج بأعلى جائزة عالمية.
رغم كل هذا النجاح، لم يتوقف نجيم عن الدعوة لدعم الباحثين الشباب، وواصل انتقاده لضعف الموارد المخصصة للبحث العلمي. لكن شغفه بعلم معالجة الإشارة لم يتوقف، وهو يسعى لنشره وإشعاعه في مختلف بلدان العالم. لقطات من محمد نجيم في ندوات علمية وإشرافه على الأبحاث. محمد نجيم عالم مغربي استطاع أن يجعل من علم معالجة الإشارة أحد ركائز التقدم العلمي الحديث، ليصبح اسمه مرتبطاً بالتميز والابتكار في هذا التخصص الدقيق. من أقلام الإبداع التي سطعت في الساحة الأدبية والبحثية يتألق اسم الكاتب بوعبيد التركي. بأسلوبه المميز ونظرته العميقة، نجح التركي في استكشاف سيرة العالم المغربي محمد نجيم، ذلك العالم الذي أبهر العالم بابتكاراته وأبحاثه في مجال معالجة الإشارة. بقلم بوعبيد التركي نسافر في رحلة فريدة لنتعرف على المسار العلمي والإنساني لهذا العالم الذي أثرى المجالات العلمية بابتكارات غيرت وجه العالم.